إخواني أخواتي السلام عليكم. الكافي يتدخل بخصوص قضية حكيم زياش وسفيان بوفال. أفادت مجموعة من التقارير الصحفية بأن نادي غلطاسراي التركي والريان القطري ينتظران الحصول على تعويضات مالية بعد إصابة نجميهما المغربيين حكيم زياش وسفيان بوفال مع المنتخب الوطني المغربي خلال مشاركتهما في النسخة 34 من كأس إفريقيا التي ستختتم يوم غد الأحد في أبيجان بين منتخبي البلد المضيف ساحل العاج ونيجيريا. وبنفس الشكل التي يتكفل فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتعويض الأندية التي تعرض لاعبوها لإصابات خطيرة في المسابقات تشرف عليها، إلا أن الأمر ربما يختلف هذه المرة طالما أن اللاعبين حكيم زياش وسفيان بوفال أصيب في بطولة كأس إفريقيا المسابقة الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيما تساءلت مصادر أخرى حول ما إذا كان الاتحاد المغربي ملزما بدوره بتعويض نادي غلطاسراي والريان القطري. وفي نفس السياق يؤكد موقع العربي الجديد بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو المعني بتعويض نادي غلطاسراي التركي والريال القطري بعد إصابة زياش وبوفال مع منتخب الأسود في نسخة ساحل العاج لكأس إفريقيا 2023. كما نفى المصدر ذاته بأن يكون كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هما المعنيان بتعويض نادي اللاعبين المصابين، طالما أن كأس إفريقيا هي مسابقة ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومن ميزانيته المالية الخاصة، لكن ذلك طبعا مرتبط بعدة شروط. خوتي العزاز، ما تنساو دعمنا باللايكات، وإلا كنتو مازال ما مشاركينش في القناة فسأكون سعيد جدا باشتراككم معنا باش نقدروا نوصلوا بهذه القناة المغربية 100% للمستوى اللي بغينا. خليناكم على خير.